الا كنتو بحالي كتشهاو بزاف الدجاج محمر ديال العراسات بالدغميره، فاجيو معايا اليوم غادي نحضروا هذا الطويجين هذا خفن زربان ساهل ولذيذ بزاف وعلى قد عدد افراد العائله. تبعوا معايا الوصفه حتى للاخير. اول حاجه خديت الكوكوط كندير فيها واحد 3 ديال البصلات كبارين مشلطين، غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال ربيع قزبور ومعدنوس، وغادي نزيد ايضا التوابل. بالنسبه للتوابل فدرت سكينجبير الخرقوم البزار والقزبور يابس، وزيدوا اما ضويمه زعفران اولا زعفران شعره، انا بجوج بهم ما كانوش عندي. بالنسبه للملحه فرا ما كنديرهاش نهائيا وغادي نقول لكم من بعد علاش. هنا عندي واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، وعندي معلقه صغيره ديال السمن الحار، وتقريبا قياس ديال معلقه كبيره ديال الحامض مصير هكا مفروم يعني مقطع صغير. بالنسبه للحامض مصير ما كثرتش منه بزاف لان عندي الحامض مصير مصايبه في الدار بالحامض البلدي، وبالتالي المذاق ديالو ما شاء الله مجهد، وهاد الكميه القليله كافيه. الا استعملتوا الحامض مصير ديال الزنقه فالمذاق ديالو ما تيكونش مجهد بزاف، ديروا نص حامضه كامله. هنايا درت شويه ديال الزيت نباتيه. وفي هذه المرحله كديروا الدجاج، كديروا قطعات ديال الدجاج كيف ما كانوا، انا كانوا عندي فخيضات ديال الدجاج صافي. غادي نحطهم فوق من النار ونخليهم هكا يتقلاو ويتشحروا مع ديك البصله ومع ديك العطريه. بالنسبه للملحه ما درتهاش لان الدجاج عندي كيف العاده مغسول مزيان بالملحه، وبالتالي كيكون شارب الملحه، والسمن فيه الملحه والحمض مصير فيه الملحه، وحتى لا درتو الضامه ديال الزعفران حتى هي كتكون فيها الملحه، فداك الشيء علاش ما كنديرش الملحه نهائيا. صافي هنا رويت المريقه ديالي بشويه ديال الماء، سديت الكوكوط وحطيتها كطيب. بعد ما كتبدا الصفاره كتصفر كنقص النار وكنخليها تقريبا 20 دقيقه وكيكونوا طايبين. هنا بعد ما طاب الدجاج كناخذو كنديرو في الاير فراير اولا في الطاوه ديال الفران، كنزيد عليه هكا شويه ديال الزبده، كندخلو كيتحمر عادي بحال الشكل ديال الدجاج المحمر العادي. اما بالنسبه لهذيك المريقه فرا رجعتها فوق من النار وخليتها يعني هكا كتغلي حتى تنشف لنا مزيان من هذاك المرق وتعسل لنا الدغميره ديالنا. هنا راني قلبتها في هذه المقله هذه ما كتلصقش لان من طبيعه الحال الكوكوط ضروري غادي تلصق لكم شويه، فمن الاحسن تقلبوها في شي مقيله اللي تكون ما كتلصقش او الطنجره تكون ما كتلصقش، وكتبقاو كتحركوها مزيان حتى كتنشف جيدا من الماء وكتولي كتقلى في الزويته ديالها. وشوفوا لي الشكل ديالها ما شاء الله كتحمر وكتعسل وكيجي فيها واحد المذاق خطير ولذيذ بزاف. الطبق ديال اليوم كامل كيجي واعر بزاف، ففوق ما تشهيتوا الدجاج محمر ديال العراضات وديال المناسبات، ويعني كان عدد افراد العائله قليل ما يمكنش لكم ديروا دجاجه ولا جوج، فكتاخذوا اي قطعات عندكم ديال الدجاج وكتجربوا هذا الطبق هذا غادي تحصلوا على واحد البنه يا سلام. صافي هنايا خديت الطاجين ديالي او الطبق ديال التقديم، نتوما كتقدموها كيف ما بغيتوا. درت هذيك الدغميره هي الاولى، زدت الزيتون احمر اللي سلقته بوحدو في الماء باش كينقص منه داك الجهد وديك الملوحه ديالو، وكنضيف دوك الفخيضات اللي ما شاء الله تحمروا خداو واحد اللون يا سلام. هنا كنزين بالحمض مصير وشويه ديال ربيع قزبور ومعدنوس من الفوق، والطويجين ديالي كيكون واجد كيجي غزال كيحمق. غادي نوريكم الشكل ديالو ما شاء الله، شوفوا ليا كيجي كيشهي. غادي نوريكم ايضا القوام ديال الدجاج، كيجي مقرمش من على برا محمر ولكن من الداخل راه كيجي فتي زبده كيدوب في اليدين قبل ما الفم كيف العاده. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، ما تنساوش الانضمام لحسابي عنوان الحلقه باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات والشيبات اللي كنشاركها معكم، والى اللقاء.